السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على القناه ديالي. كعواش مبروكه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو ديال اليوم هو هذه المعسله لرمضان، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. هذه المعسله بدون قلي وبدون ورقه الفيلو وبدون ورقه البسطيله، كطيب في الفرن وكتجي صحيه ولذيذه بزاف، مقرمشه، والحشوه رائعه واقتصاديه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى تجربوها ويعجبكم الفيديو. اللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم. فرجه ممتعه. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول مرحله غادي نحضر معكم العجين. عندي 600 غرام ديال الدقيق الابيض، ضفت ليه شويه ديال الملحه وضفت ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، يعني 7 غرام. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال العسل، وكذلك غادي نضيف نصف كأس من الزيت النباتي 75 مليلتر، وغنضيف زبادي او دانون طبيعي بدون سكر. كما كتشوفوا نصف كأس ديال الزيت، وغادي نضيف ربع كاس ديال المزهر، وغادي نجمع العجين بالماء يعني على حسب نوعية الدقيق. غادي نبقى نعجنها. هاد العجين ما تحتاجوش انكم تدلكوه بزاف، غير شويه، يعني ما كياخدش منكم مجهود ولا وقت كتير. يعني بالزربه كتخلطوا هاد العجين. صافي كنخلط العجينه. كما كتشوفوا راه خدات ليا تقريبا، عندي الكاس كيوزن 100 ملي 100 عفوا 150 مليلتر، وخدات ليا كاس ربع ديال الماء، حيت ضفت واحد ربع كاس ديال المزهر. ما بغيتوش تضيفوا مزهر فتقدروا تخلطوها غير بالماء ولا تنكهوها باي نكهه بغيتو. صافي هنا جمعت العجين مخصوص يكون يعني قاصح بزاف، وما يكونش عاوتاني كيتلصق، يعني بين وبين. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو. صافي هنا دلكتها غير شويه ماشي بزاف. صافي وغنقسمها على نصف، ومن بعد كل نصف غنقسمو على 4 ديال الاجزاء. غادي نكورهم كويرات. درت تقريبا كل كويره فيها 135 غرام. عبرتهم باش يجوني يعني يجوني مقادين. صافي غادي نكورهم. هاد الطريقه يدرس معكم، يعني هاد العجين كتصايبوه يعني في خط دقه واحده، ما كياخذش منكم بزاف ديال الوقت. كنت درت معكم العام اللي فات واحد الطريقه اخرى، هذيك شويه كتاخذ الوقت لانك قسمت العجين الى 21 كره. فهنا درت يعني قسمت العجين غير ل 8 كريات، وهكا باش كتختصروا الوقت. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي ديروه غادي تورقوه. صافي غادي نخليه يرتاح. غادي نغطيه ونخليه يرتاح. حيت ما كتشوفوا راني درتو شويه بالنشا باش ما يلصقش. هنا غناخذ تقريبا 700 غرام ديال الكاوكاو. عندي هنا هذا شريته بحال هكا. صافي كندير فيه واحد ملعقه كبيره ديال الزيت، وغنخليه يتحمر في الفران على خاطرو. خليته على 150 درجه وبقيت نحرك فيه حتى تحمر. كما كتشوفوا خدا واحد اللون ذهبي، ما تخلوش حتى يتحرق. صافي كنبقى نطحن فيه. هنا الا كنتو كتبغيو مثلا الحلاوه فيمكن لكم تطحلوه مع شي قليل من السكر. انا صراحه ما درتش فيه السكر حيت انا ما تنبغيش الحلاوه بزاف، فحيت هاد المعسله مازال غادي نسقيها بالعسل، فما درتش السكر في الكاوكاو. فصراحه ما تحتاجوش انكم ديروا السكر حيت مازال غتسقيوها بالعسل. فهنا طحنته في النص ديالو، كطحنوه يعني يكون شويه لين كما كتشوفوا، والنص مهرمش هكا باش يتجمع لكم وتجي الحشوه مجموعه مزيان، ما تبقاش تفرتت. هنا غناخذ 2 معالق كبار ديال الزبده. فهاد الزبده ذوبتها مزيان حتى حيدت من هذيك الكشكوشه وصفيتها. غادي نسمها بالقرفه، تقدروا تنسموا باش ما بغيتوا، تقدروا ديروا فيه تضيفوا مسكه حره الا كانت عندكم. انا صراحه ما عنديش. وكذلك غادي نجمع هاد الحشوه، هاد الكاوكاو غادي نجمعوه بشويه ديال المزهر، حيت راه كاوكاو كيشرب. فغير حاولوا انكم تجمعوه مزيان حتى كيبدا يتجمع لكم باش ما يبقاش يتفتت ويجي حيت بالزربه كيشرب. صافي فهنا غادي ناخذ العجينه. راه طلقات يعني تخليوها واحد نصف ساعه حتى تترخف مزيان. صافي وغادي ضروري النشا. ما كتحتاجوش كميه كبيره ديال النشا، غير 100 غرام تقريبا. كندير ديك الكويره كنديرها في النشا وكنبقى نورق. كما كتشوفوا الفيديو راه واضح. كنديرها كنحاول نشكلها على شكل مربع، وكندير النشا. ضروري كتبقاو ديروا النشا.
نتا هو اللي كيخلينا هذوك يعني الطبقات كيجيو مورقين وكيجيو يعني ملي كيطيبوا كيجيو مقرمشين. صافي كنا الاولى كنصايبها ومن بعد كنصايب الثانيه حتى هي كنورقها بحال الطريقه، كنسرحها بالمدلك وكنحاول انني نخليها في نفس الحجم ديال الاولى وكنديرها فوق منها. كنصابر بنفس الطريقه حتى كنكمل جميع الثمانيه الكريات اللي عندي ديال العجين. كما كتشوفوا العجين راه بالزربه كيتخدم معكم، يعني راه ساهل ما كيمحنكمش، يعني ماشي كيطلب منكم واحد المجهود. صافي هذه الاخرى صافي كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال العجين. كنخليه غير شويه واحد 10 دقائق، غطيته خليته عاد كنبدا نسرح فيه بالمدلك. بالنسبه لي عندها طبله كبيره ولا بلان دو طرافاي كبير فتقدر تورق هاد العجينه كامله بلا ما تقسمها. انا في التصوير ما بانش لي يعني مزيان، حاولت انني نقسمها على جوج على نصفين وخدمت كل نصف بوحدو. كما كتشوفوا كنسرحتها مزيان، كنحاول انني نسرحها مزيان. الطبقات نحاول انني نقادهم باش مي يعني تقلصوش اللي حيت كيتقلصوا مع ملي كنبداو نورقوا فيه ندلكوا فيهم عفوا. كما كتشوفوا انا قسمتها صافي وغادي نبدا قلبتها على هذه الطريقه باش تبان لكم مزيان وكنورقها. كنرقق شويه هاد العجين وكتحاولوا تقادوها على حساب اللاطه اللي عندكم اللي غتدخل للفرن. كما كتشوفوا انا قاديتها هنا وغادي نقطعها. نقطعوا داك الجوانب باش تجي هكا، هذاك يجي هذاك ملي غنبداو نعمروهم يجيو مقادين، يعني ما يجيوش كبار من المول ولا صغار من المول. صافي هنا كما كتشوفوا عاوتاني قاديتها صافي قطعت دوك الحواشي وغنبداو نعمرو. يعني نتوما يعني انا كان عزيز عليا يكونوا عامرين مزيان فعمرتهم صراحه بالحشوه. كما كتشوفوا غادي نبقى نقاد في الحشوه بحال هكا. انا راه درت بزاف وعاوتاني نقصت من بعد نقصت حيت جاتني الحشوه غليظه بزاف. فانتم عينكم ميزانكم صراحه نتوما وكيفاش بغيتوهم. فصافي هنا غادي نسدهم كما كتشوفوا. غادي نهز العجينه وغادي نلويها غير لويه وحده، ما تلويش بزاف باش ما يجيكمش العجينه بزاف. وغادي انا كندير بيض البيض، كنخاف ما يتفكوا لي في الفرن صراحه. يمكن لكم ديروا غير الماء، غير ديك الحاشيه اللي كتكون لاصقه يعني تكون لتحت الحاشيه اللي غتقطعوا. كما كتشوفوا انا غنقطعوا بالموس ولا بهاد القطعه ديال البيتزا. هذيك خاصها ضروري تكون لتحت مزيان باش ما تحلش لكم في الفرن. هنا غنقاد دوك الجوانب وغادي ندير لاطه ديالي دهنتها بشويه ديال الزبده وغادي نقادها بحال هكا وغادي نديرها في اللاطه. صراحه الحشوه ديال الكاوكاو كتجي لذيذه بزاف، يعني الا كنتو بغيتو ديروا اللوز يعني نتوما الامكانيات ديالكم. فانا صراحه كيعجبوني بالكاوكاو، كيجي هاد المملحات عفوا المعسلات يعني بحال البقلاوه، بحال الشكل ديال البقلاوه كيجيو زوينين بالكاوكاو. كنتمنى تجربوهم راه كيجيو رائعين. يعني ماشي ما كيطلبوش يعني واحد المجهود بزاف، يعني العجينه راه ساهله بالزربه تصايبوهم. انا مع التصوير يعني خداو لي شويه الوقت، ولكن راه يعني اللي ما عاد بقيتي تصايبي وليداتك ما ياخذوش لك منك، ياخذوش بطبيعه الحال الوقت وكيجيو ولدات بزاف وكتحتفظي بهم في الثلاجه في المجمد حتى رمضان ان شاء الله ما كيخسروش. واخا كتعودي غير تجبدي منهم غير داكشي اللي بغيتي قبل الفطور بواحد 3 سوايع ل 4 سوايع حتى يطلقوا صافي وكيبقاو لذاذ ومقرمشين. صافي غادي نحاول اني نخلي واحد الفراغ ما بيناتهم غير شويه، خليو الفراغ باش هكا ملي بغاو يتنفخوا يلقاو فين يتنفخوا مزيان. غنحاول كما كتشوفوا هذا النصف الثاني ديال العجين زربت الفيديو باش ما يجيش فيديو طويل. حتى هو غادي ندير نفس الطريقه كما درت معكم في الاول. غنبقى نقاد ونكمل الحشوه اللي عندي حتى كملتها كامله كما كتشوفوا. وكنصحكم يعني بالنسبه للسيدات اللي عندهم الوقت بحال هاد المعسلات يعني توجدوهم قبل من رمضان، تقدروا تحتفظوا بهم اكثر من شهر في المجمد، كيبقاو مقرمشين وكيبقاو يعني في نفس اللذه ديالهم. كما قلت لكم تبقاو غير تجبدوهم من قبل صافي وكتقدموهم. صافي هنا كملت كل شيء وغادي نبدا نقطع فيهم. تقدروا تقطعوهم انا قطعتهم معينات، تقدروا تقطعوا عاوتاني بشكل اخر. هذاك الشكل درت معكم داك العام غير عاديين
على شكل طولي، ولكن انا قطعتهم هنا على شكل هذا الشكل، بهذا الشكل مائل، بغيت نبدل شويه. صافي كما كتشوفوا غادي نكمل التقطاع، ومن بعد غادي نسقيهم بالزبده. ضروري تدهنوهم مزيان بالزبده، يعني تكثروا شويه الزبده باش ما يجيوش ناشفين. وهاد الزبده يعني راه ذوبتها وصفيتها، تحيت منها كاع داك الحليب اللي فيها وصفيتها. ودابا غادي ندهنهم مزيان كما كتشوفوا. ملي غادي ندخلهم الفران يطيبوا غادي نعاود عاوتاني ديك الزبده اللي بقات ليا ندهنهم بها. الفران يكون طبيعه الحال ساخن، سخنته انا من قبل على 230 درجه. ملي كتدخلوهم كتخليوهم كتنقصوا الفران على 180 درجه 170 درجه، وكتخليهم يطيبوا على خاطرهم. صافي كما كتشوفوا هنا دخلت الفران وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. وصافي من بعد كنسقيهم مباشره بالعسل، غير سقيوهم مزيان بالعسل. وتقدروا تحضروا الشربات، يعني كديروا السيرو كتسقيو بهم. الا يعني ما بغيتوش تسقيو بالعسل، انا كنفضل ان العسل حيت صحي شويه. ف فغير كتسقيوهم كتدخلهم الفران وكتطفوا الفران. كيكون الفران ساخن صافي نطفيتو خليتهم هنا حتى كيبردوا، كيشربوا داك العسل مزيان وكيبردوا. غير سقيوهم مزيان باش ما يجيوكمش ناشفين. انا صراحه ما تنبغيهمش يكونوا حلوين بزاف، ما عندناش مع الحلاوه بزاف، فهاداك الشيء علاش ما سقيتهمش يعني بزاف بالعسل. يعني من الاحسن تسقيهم باش ما يجيوكمش ناشفين. انا كيعجبوني بحال هكا، كنبغيش الحلاوه بزاف. فهذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى تجربوهم، و راه كيجيو مقرمشين ولذاذ، وديك الحشوه كتجي لذيذه بزاف. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. والفيديو ديالي تسالى، تنقول لكم سلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.